الاهلي لسه كسب الترجي ولابس لكم اهو تيشيرت الاهلي، وفي اجواء مناسبه جدا لتصوير هذا الفيديو. الجنون حلو، بس مش اي جنون ينفع. جنون بعقل من غير تهور، لكن الجنون المتهور هيوديك في مصايب سودة. انا تربو، لو اول مره تشوف متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا على الفيديو. كنت عايش في قرية صغيرة في محافظة المحلة، والصراحة الحال كان على قده والظروف ما كانتش مساعدة، بس ابويا ما كانش بيحرمنا من اي حاجة. حلمي من وانا صغير ان انا اشتري موتوسيكل ريس، وحرفيا كنت بعمل كل حاجة عشان احقق الحلم ده. كنت بحوش مصروفي كله، وكنت بحرم نفسي من حاجات كتير جدا عشان اشتري الموتوسيكل. عدت السنين ودخلت جامعة وبدأت اشتغل، والحمد لله بعد فترة شغل قدرت اجمع المبلغ اللي يخليني اشتري موتوسيكل. حرفيا اللحظه دي كانت لحظه تاريخيه بالنسبه لي، وفعلا جبت الموتوسيكل، وده حرفيا كان حلم حياتي اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري، وما كنتش مصدق نفسي اصلا ان انا قدرت فعلا احقق الحلم اللي صبرت عشانه سنين كتير جدا. بدات احترف في سواقته اكتر واكتر لحد ما بدات ادخل سباقات، وكنت غالبا بكسب في السباقات اللي انا بدخلها. وكان نفسي الاعب اللاعب محمد عاطف، بطل مصر في سباقات الموتوسيكلات والمصنف رقم 40 عالميا، لحد فعلا ما قدرت اوصل له. وجي اليوم وحددنا الميعاد اللي هنلعب فيه، والصراحه كنت متوتر شويتين، بس كان عندي اصرار رهيب ان انا هكسب. السباق كان قرب يخلص، وانا كنت سابقه بحاجه بسيطه جدا، لحد ما جه قرب مني قمت زنقت عليه، قام زقني وقعني. حرفيا ما حسيتش بنفسي غير وانا في المستشفى ومتخيط من كل حته، ومتعلق لي محاليل قد كده. اول ما فتحت عيني سالت امي هو انا فين وجيت هنا ازاي. بدات تحكي لي كل حاجه بالتفصيل، وانا مش فاكر اي حاجه من الكلام اللي هي بتقوله لي. الدكتور دخل وقاس لي الضغط وقاس لي ضربات القلب، ولقى كل حاجه تمام وقام خارج. واول ما خرج لقيت نفسي رايح في النوم. فجأة لقيت نفسي بفتح عيني، وهنا كانت الصدمة. لقيت نفسي أصلا في أوضة غير الأوضة اللي أنا فيها. لقيت نفسي في أوضة حيطانها كلها سودة، والأرضية سودة، والسقف أسود، وما كانش فيها أي حاجة، كانت فاضية تماما. أنا الحاجة الوحيدة اللي موجودة في الأوضة. الأوضة لا كان فيها أبواب ولا شبابيك ولا أي حاجة، حرفيا كنت حاسس إن أنا هتخنق. قعدت انادي املا في ان اي حد يسمعني ويفهمني ايه اللي انا فيه ده، لكن كان بدون فايده تماما. مع الوقت عدى 5 دقايق بالظبط، والاكسجين بدا يقل في الاوضه، وحسيت ان انا بتنفس بصعوبه جدا جدا، واستغاثاتي قعدت تزيد اكتر واكتر واكتر من كتر ما انا خلاص مش قادر. ومع كل استغاثه بستغيثها طاقتي بتقل اكتر واكتر، لحد ما لقيت نفسي غبت عن الوعي. اول ما رجعت الوعي لقيت كل حاجه تمام جدا زي قبل ما انام، وانا قاعد على السرير وكل حاجه زي الفل. بصيت جنبي لقيت امي قاعده جنبي، قلت لها وانا بتنفس بقوه جدا كاني باخد اكسجين الاوضه كلها: هو انا فين وايه اللي حصل لي ده؟ قالت لي في ايه يا حبيبي، انت فين؟ انت في المستشفى وكنت تعبان ونمت شويه ولسه صاحي. نعم، ده اللي هو اسمه ايه ده بقى؟ كنت حرفيا هتجنن. الممرضه دخلت عشان تطمن عليا وتتاكد ان كل حاجه تمام وتغير على الجروح اللي في جسمي. انا كنت متبنج بس كنت صاحي. ولاحظت حاجه غريبه جدا، لاحظت ان هي بتحط على دماغي جهاز عامل زي الترمومتر. هو جهاز بيقيس حاجه، بس انا معرفش ايه هي. جهاز كان غريب جدا واول مره اشوفه في حياتي. خلصت ومشيت، ولقيت امي بتقول لي ما تخافش يا حبيبي، كل حاجه هتبقى كويسه وهتخف قريب جدا. ابتسمت لها ابتسامه خفيفه كده، وانا متعكنن من الحلم اللي انا شفته، او على الاقل اللي انا كنت شايفه حلم. الساعه كانت 3 الفجر، وكان وقت مناسب جدا لنوم مريحه وهاديه، خصوصا ان المستشفى في الوقت ده كانت هاديه جدا جدا. غفلت دقيقتين وصحيت على حاجه بتاكلني في ايدي. ببص لقيت دوده طويله وعريضه جدا ماسكه فيا وعماله تمص في دم ايدي، ومش بس كده، دي جايبه اصحابها وعاملين كلهم حفله عليا. حاولت اقاوم بكل الطرق، لكن كل مره كنت بقاوم فيها كنت بفشل. طاقتي بدأت تقل واحدة واحدة لحد ما طاقتي حرفيا بقت معدومة، ولقيت نفسي بغيب عن الوعي تماما. أول ما فقت بصيت على إيدي وباقي جسمي، ما لقيتش فيهم أي حاجة، ما لقيتش فيهم لا آثار عض ولا لقيت دود حواليا، ولا الضعف اللي كان في جسمي أصلا كان موجود. كنت حاسس إن أنا فايق وزي الفل، ودي كانت حاجة غريبة جدا وهتجنني، بس حمدت ربنا إن ما حصلش أي حاجة وكل ده كان حلم. اليوم كله عدى والتمريض ما جاليش ولا مره في اليوم، مع انها كانت شيء غريب جدا بالنسبه لي، بما ان اليومين اللي انا قعدت فيهم كان كل ساعتين 3 حد من التمريض يجي. فلو انتوا ما جيتوش ليه النهارده اشمعنى يعني؟ ومره واحده كده الصراحه حسيت ان دماغي تقلانه، فقلت ايه، انام شويه واستنى اللي هيحصل لي في الحلم الجاي. كام ساعه وصحيت، بس المره دي انا ما حلمتش بحاجه، المره دي انا ما حلمتش باي كوابيس. قلت الحمد لله، يبقى شويه كوابيس كده، يومين كابوسين عادي وعدوا، كل حاجه هترجع تمام.
بس ده اللي انا كنت فاكره. لقيت باب الاوضه بيتفتح وببص لقيت الدكتور. انا ليا نظره في الناس، واول ما عرفته حسيت ان في حاجه مش تمام. دخل وبدا يديني الحقنه، والحقنه دي كانت عباره عن مضاد حيوي، وعرفتها لان التمريض ادهاني اكتر من مره في اليومين اللي انا قعدتهم. والصراحه ما كنتش عارف ايه علاقتها اصلا بالجروح اللي عندي، بس تمام. المهم ان انا اخف واطلع وابقى كويس وارجع لحياتي الطبيعيه تاني. بعد كده بدا يطلع نفس الجهاز اللي انا شفته قبل كده مع الممرضه، وبيفتحه وبيحطه على دماغي وهو مبتسم جدا وسعيد. رحت قلت للدكتور، هو بقول لك ايه يا دكتور، هو في تحسن ولا ايه الدنيا؟ يعني انا بقيت احسن ولا ايه؟ فراح اتعدل كده وقال لي تمام تمام ان شاء الله تتحسن قريب، وقام واخد بعضه ومشي. ونص ساعة بالظبط والمضاد الحيوي مفعوله بدأ يشتغل، ولقيت نفسي رايح في النوم. حسيت فجأة بضيق نفس وفتحت عيني اشوف في ايه اللي خانقني كده. لقيت واحد اعور واخد غرزتين في وشه ماسكني وخانقني جامد، وماسك سكينة في ايده وعايز يموتني. حاولت اقاومه بكل الطرق بس هو كان اقوى مني بكتير جدا. قعدت انادي على الممرضات، وطبعا صوتي اصلا كان مبحوح وكنت بنادي عليهم بكل صعوبة، بس محدش كان بيرد عليا. والراجل ماسك رقبتي بايد، وباليد التانية ماسك السكينة وعمال يسنها بالارض. ومرة واحدة قام رافع السكينة عليا وطعني كذا طعنة، وقتها انا غبت عن الوعي. سمعت صوت خطوات الممرضة جاية ناحيتي، بفتح عيني لقيت الممرضة جاية ناحيتي وبتطمن عليا وبتتأكد ان كل حاجة تمام. انا كنت هتجنن. انا بحس بكل حاجة كأنها حقيقية، بس في الاخر ما بتطلعش حقيقية. يعني لو الطعنات دي مش حقيقية والدود ده مش حقيقي مش هحس بيهم، هبقى واقف الموقف بس مش هحس بيه لاني بحلم. لكن انا بحس بكل حاجة كأنها حقيقية بالظبط. انا فعلا كنت جبت اخري، وكنت لازم الاقي طريقة عشان اعرف ايه اللي بيحصل هنا. استنيت لما الممرضة جت تاني وادتني المضاد الحيوي. اول ما مشيت قمت مثبت التليفون في حتة على السرير بحيث ان انا اصور كل اللي بيحصل فيديو عشان اشوف ايه اللي بيحصل اول ما اصحى. وفعلا شوية والمضاد الحيوي مفعوله اشتغل ورحت في النوم. فجأة لقيت في هوا قوي جدا 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 جاي عليا. بفتح عيني لقيتني واقع من شباك العيادة من الدور الخامس ونازل على تحت. وطبعا حاولت امسك اعصابي بكل قوه. انا حرفيا كنت منهار وما كنتش عارف اعمل ايه، بس طبعا ثواني وكنت عباره عن قطع من اللحم المتفتت. مره واحده لقيت نفسي صاحي وبتنفس عادي جدا على سريري وكل حاجه تمام. رحت وخدت التليفون من مكانه، بس اللي اكتشفته ان محطوط بطريقه غير اللي انا كنت حاطه بيها. انا فاكر كويس انا حطيته ازاي، وكمان التليفون كان مقفول وما بيسجلش. فتحت التليفون ولفيت التليفون كله على الفيديو ما لقيتوش، بس وانا بقلب في سلة المهملات لقيت الفيديو. كنت بترعش بطريقة غريبة جدا كأني متوتر او خايف او منزعج من حاجة. ومرة واحدة قمت اتقلبت تقريبا في الوقت ده كنت هصحى، لقيت حد بيمسك التليفون وبيقفله. ومن الكم بتاع الشخص ده اللي كان باين في الفيديو لاحظت انها واحدة من الممرضات اللي شغالة في المستشفى. في اللحظه دي لقيت الدكتور داخل، ولقيته باصص لي بغضب كبير جدا وبيقول لي الحركه غلط عليك يا استاذ، لو سمحت اتفضل على سريرك واقعد في مكانك وما تتحركش تاني. استغليت الفرصه وبدات اساله على اللي حصل او مين الممرضه اللي ممكن تكون عملت كده. لقيت له باصص لي نظره غريبه كده كانه عايز يقتلني وبيقول لي التصوير ممنوع في المستشفى. وقام مره واحده واخد مني التليفون ومسح الفيديو وقال لي لو سمحت اتفضل على مكانك وما تتحركش. استغربت جدا لاننا في مستشفى، يعني مش تدريب عسكري عشان يمنعوا التصوير. وبعد كده هو ان انا النهارده وامبارح واول امبارح ومن 3 ايام كان حلم. كانت حاجه غريبه جدا، كنت هتجنن بجد وما كنتش فاهم اي حاجه. وقتها قررت ان انا مش هنام الا لما اعرف ايه اللي بيحصل وانا نايم. وفعلا عدى يوم واثنين وثلاثة واربعة، وفي الاربع ايام ما حصلش اي حاجة اصلا، لحد ما حرفيا كنت هموت وانام وما قدرتش استحمل ورحت في النوم غصب عني. وفي عز النوم المريحة لقيت حد زي بيرمي حاجة على وشي. فتحت عيني وبصيت لقيتهم حاطيني جوه قبر وبيردموا عليا وعمالين يردموا عليا على اساس ان انا مت، ولاقي نفسي متكفن وجوه كفن. بس الكفن بما انه شاش وهو اصلا ما كانش مربوط كويس قوي، فكنت شايف هما بيعملوا ايه. قعدت انادي واقول لهم ان انا عايش وان انا فايق وشايف اهلي وعيلتي واصحابي والناس كلهم حواليا اللي انا اعرفهم وبيردموا عليا، ولا حياة لمن تنادي ولا حد سامعني ولا حد شايفني اصلا. كنت مستغرب جدا. وبالفعل دفنوني والدنيا خلصت. استحملت الخنقة ساعتين و3 و4، بس بعد كده حرفيا ما استحملتش والنفس قطع. صحيت مفزوع واكتشفت ان هو كابوس كعادة اخواته اللي بدأوا يهلوا عليا من ساعة ما جيت المستشفى دي، ومعرفش الصراحة ايه العلاقة. وهنا قررت ان انا اعمل حركة تانية. بما اني ما قدرتش افضل صاحي، فانا هعمل نفسي نايم واشوف الدنيا حواليا هتبقى عاملة ايه.
كنت حفظت مواعيد المضادات الحيويه من كتر ما انا باخدها، واستنيت قبل ميعاد المضاد الحيوي ب10 دقايق وعملت نفسي نايم. استنيت الممرضه تدخل، واول ما دخلت وشافتني نايم قالت خلاص بقى مش مهم، كده كده هو نايم مش لازم اديهوله. وهنا اتاكدت ان هم ورا حاجه في الحوار، لان المضاد الحيوي ده هم بيديهوني عشان اتعالج، مش بيديهوني عشان انام. فطالما انا نايم وهي ما ادتهونيش عشان انا نايم، يبقى كده اكيد هم ورا حاجه في الحوار. فضلت امثل ان انا نايم لحد ما لقيتها راحت جابت حاجه وجت وعملت صوت كده، ومن الصوت ده عرفت ان هي شغلت الجهاز اللي بيحطوه على دماغي. وبالفعل حطيته على دماغي ولقيتها عماله تتأتأ كده وبتقول ازاي المفروض ان هو نايم والمؤشرات ما تظهرش ان هي كده. فضلت حطها على دماغي كام دقيقه كده لحد ما مره واحده حسيت بصداع حرفيا كان هيفرتك دماغي. ما استحملتش اللي انا حاسس بيه، ومره واحده قمت مفتح عيني ومزعلها وقلت لها انا مش فاهم حاجه بقى، ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا لازم تفهموني حالا ايه اللي بيحصل ده بدل ما اعمل لكم مشكله. بس وقتها لقيتها سايباني وماشيه ومبتردش عليا اصلا. 5 دقايق من التوتر والعصبيه اللي انا كنت فيها، ولقيت الدكتور داخل عليا وبيحاول يهدي اعصابي. وقتها ما استنيتش وطلعت تليفوني من الشنطه، اللي بالمناسبه كان نصه طالع من بره الشنطه، ووريه ان انا اصلا بصور، وقلت له لو ما عرفتنيش كل حاجه دلوقتي كل حاجه متصوره هنا وهفضحكم كلكم. اتصدم كده لما شاف التليفون وبدا يتلجلج ويقول لي حاضر بس اهدى بس وانا هعرفك كل حاجه، بس ما تعملناش مشكله بالله عليك. انا اصلا مش دكتور، انا خريج كليه علوم قسم فيزياء. فضلت اشتغل على اختراعات كتير، وكل ما اعمل اختراع ما كانش بينجح قوي، وكله كان بيضحك عليا من افكار الاختراعات حتى اللي انا كنت بعملها. بس انا كنت مصمم ان انا اعمل اختيار يغير العالم، لحد ما فضلت سنين شغال على الاختراع ده. وبالفعل عملت الاختراع اللي انت شايفه قدام عينك ده. الاختراع اللي قدامك ده عباره عن جهاز بيتحط على دماغك عشان وانت نايم تحلم بطريقه موتة معينه وتحس بيها كانها حقيقيه بالظبط، وكانك بتموت بجد بالظبط. كان كل تفكيري ان ده هيسهل على الناس لحظه موتهم، لانهم قبل كده اصلا حسوا بيها بس افتراضيا. زودت له كل طرق الموت اللي انت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش، والطرق اللي اصلا مش ممكن تيجي على بالك. اجرت المستشفى دي عشان اجرب الاختراع على عدد كبير جدا من الناس، وكان في جهاز تاني بشوف بيه كل اللي انتوا بتحلموا بيه. وانا والله ما كانش في نيتي ان اذي حد، بس انا كنت عايز اعمل حاجه كويسه تفيد الناس. تجاهلت وغيرت هدومي ومشيت بالعافيه طبعا عشان انا كنت تعبان، بس اللي هو ما كانش يعرفوا ان انا كنت مسجل كل اعترافاته صوت وصوره، وبرده كنت حاطط نص التليفون في الشنطه، بس هو ما كانش يعرف ان انا كنت مسجل اعترافاته. كان فاكر ان انا سجلت لحد ما هو دخل بس. خلصت علاجي في مستشفى تانية ورحت بعديها على طول على اسم الشرطة، ووريت لهم كل حاجة بالدلايل والاثباتات كانت معايا. وفعلا الشرطة متأخرتش وقبضت عليه وحكمت عليه ب100,000 جنيه غرامة ليا ولكل فرد عمل كده، والمستشفى قفلت واتحكم عليه كمان ب5 سنين سجن. وده طبعا كله عشان ما كانش فيه اتفاق ما بيني وما بينهم برضو وما بينه ان هو يعمل حاجة زي كده، وكل ده كان بدون موافقتنا. واخيرا اخيرا اخيرا هو خد جزاؤه، وانا رجعت انام زي الطبيعي، وما بقاش فيه احلام ولا كوابيس تزعجني وتضايقني. وبس كده يا ريت دي تكون نهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس لو انت مش مفعله، وروح تابعنا على التيك توك والفيسبوك والانستجرام، هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. ولو انت بتعرفش حاجه كتير عن حياتي فالصراحه من حقك، لانك اكيد مش تابعنا على الانستجرام. روح تابعنا على الانستجرام، هتلاقيني بنزل صور رايقه، وهتلاقيني بنزل ستوريات، وهتلاقي الدنيا هناك رايقه. عايز تكلمني برده روح كلمني على الانستجرام، برد على الناس كلها على فكره. عايز تبعت لي قصه روح ابعت لي برده القصه على الانستجرام، ولو عجبتني هنزلها في فيديو عادي جدا. يعني الحوار سهل يا اخويا، انت مجرد هتدوس على بتاع زرقاء كده هتطلع لك الصفحه بتاعتي، هتلاقي كلمه اسمها فولو لونها ازرق هتخليها لونها رمادي. فاهم الحوار سهل، هتقدر تتواصل معايا بكل سهوله. انت بس اللي مصعب الدنيا، خليك انت بس قاعد كده ومكسل وما بتعملش حاجه في حياتك. يا عم براحتك يا عم براحتك، خلاص خلاص يا عم خلاص. اللي تمام ما بيطلبش يا اخويا، اللي تمام ما بيطلبش ماشي، مش انا عامل سبسكرايب يعني تتكبر عليا ماشي. خلاص يا اخويا خلاص خلاص، مش عايز تعمل فولو خلاص ما تعملش، بس انت الخسران. مش هكلمك تاني. سلام يا اخويا سلام.